السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. إن شاء الله فيديو قصير كده هتكلم فيه النهاردة عن سؤال طلبة كتير برضك بتسأله لي: هل ينفع طالب ثانوية عامة علمي رياضة ينفع يدخل كلية زراعة؟ ينفع، حتى لو أنا بيسألني لو أنا علمي رياضة ينفع أدخل كلية زراعة، مش قسم بس، ما أدخل أي قسم أنا عايزه، مش قسم هندسة زراعية، لأن علم رياضة لهم في كليات اسمها كليات الهندسة الزراعية أو أقسام الهندسة الزراعية، ودولت بتبقى خاصة بطلاب علم رياضة. أيوة، ينفع طلاب علم رياضة يدخلوا كلية زراعة ويدخلوا أي قسم. بيعملوا حاجة اسمها معادلة، هي مش زي نظام معادلة أوي، لكن هو لما التنسيق بتاع كلية الزراعة بينزل بيقدم بيك في كلية الزراعة في تنسيق، ولما بتجيله إن هو اتقبل في كلية زراعة بيسجل في سنة أولى مادة اسمها مادة بيولوجي. مادة البيولوجي ديت بتعادل كأنك بالظبط خريج ثانوية عامة علم علوم، وبتقدر تدخل أي قسم من أقسام كلية الزراعة، مش لازم قسم هندسة زراعية. بس ده بالتفصيل، وان طلبه كتير كانت بتسالني نفس السؤال، فانا بصراحه مش بيبقى عندي وقت ان انا ارد على كل الطلبه وارد على كل الناس، فقلت هعمل فيديو واسيبه بحيث يفيد اي حد عنده نفس السؤال او السؤال اتكرر كتير، نبعت له الفيديو عشان كل الناس يستفيد. يا ريت الناس كلها تشير الفيديو، واي حد يعرف اي طالب محتاج او كان بيسال السؤال ده يبعت له الفيديو، والفيديو مدته دقيقتين بس او دقيقه ونص عشان الكل يستفيد. وشكرا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع دكتور اسلام تفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.